النهاردة أنا جاية أحكي لكم قصة مش مجرد حكاية رعب، تجربة حصلت بجد ولازم بعدها تحصنوا نفسكم وتقربوا من ربنا أكتر. اسمي ليلى، عندي 23 سنة، عايشة مع بابا وماما في بيت قديم شوية على أطراف المدينة، حتة هادية بعيدة عن الزحمة. بدرس في كلية عملية وحياتي كانت مستقرة لحد الليلة اللي كل حاجة فيها اتغيرت. كنت سهرانة بذاكر وأهلي قاعدين في الصالة، وفجأة رن تليفون بابا. من نبرة صوته حسيت إن في حاجة غلط، وسمعته بيقول امتى وازاي حصل كده. قلبي اتقبض وخرجت أفهم في ايه. اللي عرفته إن ست كبيرة في العيلة تعبانة جدا ولازم نروح لها فورا. الست دي كانت تبقى جدة بابا، اسمها الحاجة منيرة. الغريب إننا عمرنا ما كان لينا علاقة بيها، وبابا كان دايما رافض نقرب من بيتها. ومن غير ما يقول سبب، أول ما وصلنا ودخلت البيت حسيت إن الهوا تقيل وكأن في حد بيراقبني. دخلنا أوضتها وكانت نايمة على السرير وشكلها تعبان جدا، ومن كلامهم فهمت إن الدكتور قال إن قدامها ساعات قليلة وتتكل على الله يعني. وأنا واقفة ببص عليها، فجأة فتحت عينيها وبصت لي وقالت لي كبرت يا ليلى وبقيتي شبه القمر. نادتني أقرب، ورغم خوفي قربت مسكت ايدي وقالت باباكي منعك عني علشان كان خايف عليكي، وجودك هنا كان ممكن يأذيكي. وسكتت شوية وبعدين قالت لو عايزة تفهمي كل حاجة حصلت زمان في دفتر جوه الدرج اللي هناك سامحيني. وسابت ايدي وماتت. بعد أيام دخلت أوضتها آخر مرة واخدت الدفتر ومشينا. وفي الطريق نمت وشفت حلم غريب، بيت قديم ونور ضعيف وبنت جميلة قاعدة قدام مراية وبتسرح شعرها. فجأة المشط وقع وصرخت، وظهر كائن اسود ملوش ملامح غير عيون بيضة واسنان حادة. والاكثر رعبا انه لف وبصلي انا. صحيت مفزوعة. اول ما دخلت اوضتي فتحت الدفتر وبدأت اقرا، واول صفحة فيها خلت قلبي يقع. وفجأة باب اوضتي اتفتح ببطء، قمت وقفلت الباب ورجعت السرير عادي جدا يعني. وقبل ما اكمل قراية الباب اتفتح تاني، بس المرة دي كان في حاجة واقفة ورا الباب. هنكمل الجزء التاني. لو حابة تكمليه ضغطي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس واكتبي تم عشان اعرف انتي مهتمة.